بيقابلني معارف كتير جدا او جيران في الشارع بقى عندهم عصافير، يقولوا لي يا احمد احنا عندنا عصفورتين عايزينهم يبيضوا، عايزين بقى نشوف بيض ونشوف عصافير صغيرة، عايزين نشوف انتاج، نعمل ايه؟ فطبعا اول سؤال بسأله لهم: هل انت مستعد ان عصافيرك تنتج؟ طبعا هم بيستغربوا من السؤال لان هم مش فاهمين تربية طيور زينة. ان عصافيرك تنتج ده محتاج منك انت تبقى مسؤول وتبقى متحمل مسؤولية العصافير اللي عندك. ببدأ اكلمهم عن الحاجات اللي مخلية العصافير عندهم ما تبيضش او ما تنتجش. يعني هديكم امثلة بسيطة سريعا. كان في حد بعت لي بيقول لي: يا احمد تعالى شوف العصافير اللي ما بتشتغلش، تعالى بص عليهم، جارنا. فطبعا رحت بصيت. اولا العصافير محطوطة على السلم، واحنا قلنا ان لازم ان العصافير يبقى ليها بيئة محيطة خاصة بيها مستقلة عن الحركة المستمرة. فهو في حركة مستمرة عن السلم، فهم كده مش حاسين بالامان، مش حاسين بالخصوصية في المكان اللي هم موجودين فيه، فطبعا هيخافوا من ان هم ينتجوا. وقلنا المشكلة دي وقلت لها: حاولي ان انت مثلا تفصلي الطيور في مكان منفصل او منعزل بيهم هم بس، يكون خاص بالطيور. تاني حاجة ببص على الأكل، لقيت الأكل يعتبر دنيبة فقط. طبعا هي بتشتري أكل العصافير جاهز أو خلطة الحبوب بتاعة العصافير جاهزة، فخلطة العصافير اللي عندها تعتبر دنيبة فقط. فطبعا الدنيبة ما تعتبرش إن هي كده بتغذي العصافير. بدأت بقى إن أنا أتكلم عن التغذية وأتكلم عن الوجبات وعن التنوع في التغذية، من أول تقديم خضروات، تقديم وجبات منقوعة ومستنبت ومسلوق، وجبات عيش فينو، تقديم الذرة الني، تقديم البرسيم، الجرجير، البقدونس، الكزبرة، تقديم الحاجات المسلوقة اللي فيها نسبة بروتين كويسة زي العدس، زي الحمص، زي الفول المدشوش، تقديم المستنبت المتنوع اللي فيه غلة وفيه حلبة عشان حاجات تزود معاها الأحماض الأمينية والكربوهيدرات، وتزود كمان التحفيز عند الطيور عشان الطيور تبدأ تنتج. بدأت أتكلم عن ساعات الإضاءة وأتكلم عن نظام التهوية، وهل العصافير ديت نظام التهوية عندها صح ولا ساعات الإضاءة صح ولا غلط. لأن طبعا ممكن العصافير اللي على السلم أنت فاتح النور على طول، فهم ما فيش عندهم نهار وليل، وعندهم خلل في الساعة البيولوجية، مش عارفين يحددوا النهار من الليل. كل دي أسباب بتخلي إن العصافير ما تنتجش. فأنت كحد بتشتري عصافير، قبل ما تشتري العصافير لازم تعرف إن العصافير دي مش ديكور في البيت. القفص ده مش ديكور في البيت، لا دي روح، والروح لازم تتعامل معاها تعامل مختلف، وتبدأ توفر كل اللي احنا قلنا عليه ده قبل ما تاخد خطوة ان انت تشتري طيور زينة، وقبل ما تاخد خطوة انها تنتج. قلت لها بعد ما تعمل الحاجات دي والعصافير تبدأ تنتج، اهم حاجة: هل في استعداد ان احنا ننظف العش؟ هل في استعداد ان احنا نتابع الفروخ؟ هل في استعداد ان احنا كل فترة نشيل العش دوت ننضفه كويس ونطهره ونغسله ونشمسه؟ فطبعا اللي بيجيب عصافير فاكر ان هو هيجيب العصافير يحطها، كمان ممكن يبعت العصافير على اول الشارع تجيب الاكل بتاعها. لا طبعا لازم هو يبقى عارف ان هو مسؤولية تامة عن العصافير اللي عنده، عشان يقدر ان هو يعملهم كويس ويعمل لهم كل احتياجاتهم بحيث ان العصافير اللي عندك تنتج. فدي نصيحة مهمة النهاردة لازم ناخد بالنا منها عشان نقدر نربي طيور زينة ونقدر ان احنا ننتج من عصافيرنا. طب حاجة تانية: حد مربي عصافير على السطح والعصافير ديت معاها كلاب، معاها فراخ وبط وحاجات من دي، فطبعا العصافير عرضة جدا للأمراض، عرضة للفاش، عرضة للحشرات، عرضة للإجهاد الحراري، لأن طبعا هو مش موفر لهم مكان مناسب أو درجة حرارة مناسبة، عرضة كمان للخوف الرهيب من صوت الكلاب، عرضة ان هي دايما يجي لها امراض، وطبعا مش هتنتج. جنبها الفراخ، جنبها البط، جنبها صوت الكلاب، جنبها اشعة شمس مباشرة بسبب ان هي موجودة على السطح. كل دي اسباب تخلي العصافير ما تنتجش. ففي امثلة كتير جدا هتبقى سبب ان العصافير اللي عندك ما تنتجش. فانت لازم تشوف الفيديوهات اللي احنا بنشرحها عشان نوضح لحضراتكم
ايه البيئة المحيطة بالعصافير، وايه اللي انت بتعمله، وايه الاسباب اللي المفروض تعملها عشان العصافير تنتج، وايه الاسباب اللي مخليها العصافير عندك ما تنتجش، وانت لازم تحل المشاكل ديت عشان تبدأ العصافير بتاعتك تنتج. في حد تاني برضو كل ما يجيب عصافير العصافير تموت العصافير، فطبعا كل ده بسبب اختلاف درجات الحرارة والإجهاد الحراري، لأن العصافير عنده ما بتبقاش في بيئة مناسبة لأنها أصلا تعيش. عنده الجو برد جدا بالليل، حر جدا بالنهار، فتلاقي العصفور ما بيستحملش الاختلاف الكبير في درجات الحرارة والتفاوت بين النهار والليل، فالعصفور بيتعب، برد في برد في برد، خلاص العصفور ما بيستحملش، مناعته ما بتقدرش تواجه البرد فبيبدأ يموت. امثله برضو من العصافير اللي جات لي يعني جالي ان هي ما بتنتجش، جالي استفسار ان هي ما بتنتجش. حد كان عنده زوج، والزوج دوت كان في البلكونه، ولقوا ان الذكر متاكل، وده طبعا بسبب طيور جارحه، لان كان المنظر في الصوره او في الفيديو بيوضح ان ده في طائر جارح افترس الذكر. وبعد كده جبنا ذكر للأنثى اللي هي عاشت بعد الفجعة دي بالنسبة للعصفور فجعة، ان هو يشوف عصفور الوليف بتاعه بيتاكل. طب انت مستني منه ان هو يبقى عنده نفسية تقدر تنتج؟ طبعا الانثى ديت لحد الان مش قادرة تنتج، وانا قلت له هتاخد فترة كبيرة جدا. هو كان متخيل، قال لي ما احنا جبنا خلاص ذكر والمشكلة اتحلت. قلت له لا، المشكلة اتحلت بالنسبة لك، بس انت حط نفسك مكان العصفور. انت جبت له ذكر بس الانثى مش قادرة تنتج، لان الانثى مش قادرة تنسى موقف الذكر الوليف بتاعها اللي انت دخلت لقيته متاكل في القفص، والقفص طبعا مرزوع على الارض بسبب ان الطير الجارح وقف فوق القفص وقع القفص. الطير الجارح بمنقاره كان عايز يطول العصفور لان العصفور مقسوم نصين. فانت متخيل ان الانثى ديت عشان تعدي الموقف دوت محتاجه فتره كبيره جدا لحد ما تقدر تنتج تاني. والامثله لو قعدنا نقول امثله عن طيور ما انتجتش بسبب مشاكل، الامثله كتير جدا، بس احنا بنوضحها لحضراتكم عشان لو عندك اي مشكله من المشاكل دي تقدر ان انت تبدا تحلها، وتقدر ان انت تخلي طيورك تنتج باذن الله. شكرا لكم وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.